وبنفس الصحيفة أو بنفس الصفحة نقرأ أيضا المغربي: إذن صلاح الدين بصير قال إن أسود الأطلس سيضعون البصمة في مونديال قطر، مؤكدا في تصريحاته الخاصة للصحيفة السعودية أن مؤامرة البرازيل والنرويج وأدت إذن حلم المغرب في مونديال 98. ننتقل إلى المغرب، والبداية مع صحيفة الصحراء التي تحدثت عن تأخر أسباب إعلان قائمة أسود الأطلس المشاركة في مونديال قطر. نتابع. اليومية المغربية قالت إن قائمة المونديال صداع في رأس المدرب الوطني وليد الركراكي في ظل كثرة الإصابات التي طالت المنتخب في الفترة الأخيرة. وفي التفاصيل أكدت يومية الصحراء أن الركراكي قرر تأخير موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب المغرب حتى اليوم الأخير الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للتأكد من جاهزية بعض اللاعبين بعد تعرض عدد كبير منهم لإصابات مختلفة مع فرقهم، والأبرز منهم عبد الصمد الزلزولي لاعب أوساسونا، والإسباني سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، والإيطالي سفيان بوفال لاعب أنجي الفرنسي، ويوسف نصيري لاعب إشبيليا الإسباني. مغربيا أيضا تحدثت صحيفة المنتخب عن قرب الإعلان عن عودة عبد الرزاق حمد الله إلى منتخب المغرب بعد فترة غياب طويلة. نتابع التفاصيل. إذن صحيفة المنتخب: قضي الأمر، حمد الله في مونديال قطر. هكذا جاء عنوان الصحيفة بعد التصريحات التي أدلى بها حمد الله مؤخرا بتأكيده التواصل مع المدير الفني وليد الركراكي، وأنه على تواصل مستمر مع مساعده رشيد بن محمود، حيث يطمح لفتح صفحة جديدة مع أسود الأطلس. وألمح مهاجم اتحاد جدة أنه سيكون من ضمن اللاعبين الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالرغم من أنه لم يؤكد ذلك صراحة كما قالت المنتخب.